أهلا بكم مستمعينا على راديو أصوات، ومرحبا بكم معنا دائما في سلسلة لقاءات ممتعة ومهمة مع أبناء جهة الدخلة واد الذهب في موعدنا اليومي قصص نجاح. اليوم غادي ناخذكم ونلتقيو بفاعلة اقتصادية وسيدة اللي حاضرة في مجال المقاولة النسائية بامتياز بجهة الدخلة واد الذهب. أهلا بك السيدة فاطمة ماء العينين. بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة السيدة الفاضلة. مرحبا بك وني بك على الراديو أصوات. الله يبارك فيك وني بك انت، مرحبا وسهلا عندنا في الداخلة. رئيسة جمعية النساء، رئيسة المقاولات بالمغرب لجهة الدخلة واد الذهب. أول سؤال السيدة فاطمة، علاش اختاريتي توجهي للمقاولة وعلاش العودة للدخلة، علما أنك مجازة في علم النفس من جامعة محمد الخامس بالرباط؟ هذا السؤال جميل جدا وهو يجيب على مساري العملي، لأني دخلت المقاولة بشكل صدفة. كان عندي تخصص علم النفس، وإحنا بعد الدراسة لابد لنا من عمل. كان هناك برنامج مقاولتي فاتح سيدنا الله ينصره يستفادوا منه شباب الداخلة. نعم. وأنا سبحان الله دخلت بالصدفة في شركة تحويل الأموال، أول مجال تدخل المرأة في الجهة حيث كان حكر على الرجل. نعم. وتم الحمد لله قبولي في هذا البرنامج وتمويله، وشركتي الحمد لله على أرض الواقع إلى الآن من 2009. ودخلت مجال المقاولة بالصدفة، وأسست جمعية النساء مقاولات بجهة الداخلة واد الذهب 2009، وتمينا خدامين فيها نشجعوا المرأة على المجال الحر إلى الآن. شنو الخصوصية ديال المقاولة اللي كترأسيها وقلتي أنك أول امرأة أو أول سيدة صحراوية بالداخلة دخلت المجال اللي هو مالي من احتكار الرجل؟ تحويل الأموال كان وما زال يشتغل فيه الرجال. عندي شركة في تحويل الأموال من 2009. بالصدفة كان هذا البرنامج ممول 14 شركة، كنت أنا من بين الرجال، كانوا 13 رجل وأنا امرأة واحدة. واش اليوم كاينه شي خصوصية يعني في هذا المجال لأنك مرأة؟ واش كاينه شي إضافة ديالك؟ كانت الحمد لله على أن المرأة تعطي نفس عطاء الرجل في العمل. نعم. إلا أن المرأة عندها الحمد لله البيت، وعندها الحمد لله مسؤوليات تربية الجيل، وحقت على أرض الواقع على أنها دائما المرأة تثبت على أنها متعددة الأدوار وأنها ناجحة في أي دور قامت فيه. نعم. وهذا يسعدني على أني دائما نفرض سيرتي الحمد لله المتواضعة للشابات اللي خريجات واللي الحمد لله كيف أنهم تخرجوا إياك ما تعود إعاقة لهم في مجال العمل الحر، خصوصا إذا كان تخصصهم تخصص غير تخصص تجاري أو اقتصادي يساعدهم على المقاولة النسائية. المقاولة النسائية تساعد النساء جدا على الاستقلالية المادية، وتساعدهم على البصمة في اقتصادهم الجهوي. وفعلا لاحظنا على في السنوات الأخيرة بدل من كنا نبحث عن الوظيفة في الساعة، احنا كنا نبحث عن الوظيفة وكان مستبعد عندنا العمل الحر. الآن السيدات عادوا الحمد لله متوجهات إلى العمل الحر قبل أن الوظيفة، بدل الوظيفة لأنها كانت صعيبة. في نفس الوقت يجبروا ذاتهم يحققوها، لأن احنا الداخلة مليئة من الفرص الحمد لله، فرص الاستثمار في جميع القطاعات، لا السياحية ولا الفلاحية. نعم. ولا التجارية. الحمد لله المرأة ذبت وجودها فيها بقوة. نعم. شنو حققتي على أرض الواقع وبشكل عملي فاطمة ماء العينين من مسارك كامرأة مقاولة ونجحت في هذا المجال حسب ما كتحكي لنا؟ فشنو حققتي لما خلقتي هذا الفرع ديال لافيم أو جمعية النساء رئيسة المقاولات بالمغرب بالداخلة؟ الداخلة كانت جمعية جهوية أسسناها 2007 إلى 2021. تم اختيارنا رغم بالتجربة ديالنا باش نأسسوا فرع أول مرة في الأقاليم الجنوبية جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب اللي تأسست 2000 عام 2000. وكانت القيمة الإضافية على أن فتحنا وطنيا على نساء وطنيات قويات. كنا أصلا مفتحين على النساء من دول أجنبية، ولكن كانت الحمد لله التجربة الوطنية فريدة، كانت خليط مزيج بين الجهوي اللي هو الداخلة. نعم. والوطني اللي هو على مستوى المغرب كله. كان هناك فروع لهذه الجمعية، كل فرع في منطقة والله مدينة، وهذا المزيج
خلق على أن يكون هذا يعود هناك تبادل تجارب وطنية ناجحة مع تجارب جهوية على جهة الداخل والذهب. شنو حققتي على مستوى الجهة ديالك؟ مثلا إلا سولتك واش كانوا نساء اللي تشدات في وجههم الأبواب، واش كانوا نساء اللي مثلا الأسر أو المحيط ديالهم يرفض فكرة المقاولة النسائية، وبالتالي انت كيفاش ساعدتيهم فاطمة ماء العينين وشنو حققتي معهم؟ حققت معهم على أن المرأة في جهة وعد الذهب البويرة دائما كانت على وضع مريح، وكانت دائما تكمل دراستها لأنها تختار الوظيفة. رغم على المقاولة النسائية كانت ذيك الساعة قليلة، كنا سيدتين على مستوى الجهة قليلة، لأن هناك أسباب موضوعية وهناك أسباب ذاتية. أسباب ذاتية لأن كانت النساء تحبنا والله يرغبنا في العمل العمومي أكثر من العمل الخاص. نعم. ثانيا أسباب موضوعية كان العمل الخاص لا في برامج تدعم المرأة، لأن أصبحت البرامج الحمد لله متنوعة، أصبحت على مستوى الجهة وعلى المستوى الوطني، كي مثلا برنامج الفرصة، كي برنامج أوراج، كي برنامج انطلاق، هذا وكان داخل مبادرة برنامج حتى هو يدعم المبادرة الحرة الشبابية سواء نساء أم شباب. احنا هذه الفرص اللي وقعوا على جهة الداخل والذهب كان دورنا احنا تنوير المرأة وتوجيهها على المبادرة الحرة، وحققت الحمد لله أرقام قياسية بدل من سيدتين 2007. لا الحمد لله هذا أكثر من الحمد لله زيادة على 100 وأكثر، وما زلنا في تزايد الحمد لله. يعني هنايا كتخلقوا واحد الإطار قانوني، إطار أكاديمي اللي كترافقوا من خلاله أي امرأة اللي عندها طموح تخلق مقاولة ديالها. صحيح. هدف الجمعية هو تشجيع المرأة على المبادرة الحرة. المرأة عندها تكوين وناقصها الدعم، نمشوا لبرامج الدعم. المرأة عندها مثلا دعم مادي، خاصها تكوين، نمشوا للتكوين. دائما رغبتنا على أن هذه المرأة في الجهة شنو الخصائص، شنو النقص عندها في أي مجال سواء التكوين أو التمويل، لأن التمويل مرتبط بالتكوين في المبادرة الحرة. ودائما نقولها لهم إذا ما كان التكوين ما تقدرش تنجح المقاولة، إذا ما كانش تمويل ما تقدرش تنجح المقاولة. يعني دائما احنا ننور السيدة على أنها إذا اخترت هذه المقاولة وتكون عندها تجربة والله شهادة واخا ما هي في قطاع المشاريع نعاونوها بدورات تكوينية في إطار هذا التدبير المشروع. وكاين من النساء جديرات بالذكر على أنهم عندهم خبرة ذاتية، مثلا عندهم صناعة الحلوى ولا الصناعة التقليدية خاصة التموين. وهون الجمعية دورها تحقيق النقص اللي عند المرأة في الجهة. نعم. هذا النقص سواء كان في المجال التكويني أو مجال الدعم. نعم. قصص نجاح من جهة الدخلة واد الذهب كتابعوها معنا على راديو أصوات. فاطمة ماء العينين، شنو أعطاتك الجهة وشنو اليوم أنت أيضا كتعطيها بدورك؟ الجهة أعطتني على التموم من جهة عزيزة على مستوى الوطن، فيها فرص ثمينة جدا، فيها فرص عندنا الحمد لله موارد طبيعية في مجالات عدة. هذه المجالات يلا نحن نستغلهم كنساء ونطلعوا عليهم، ويا ريت الجهات المعنية تعاوننا. وأنا أعطيت للجهة على أن النساء كانوا بعيدا من مجال المقاولة، احنا مشينا للنساء بدل ما يتموا بعيد من هذا المجال نورناهم على ان راهي الجهه عندها الحمد لله فرص استثمار، وعندها فرص في قطاعات مختلفه كالصناعه التقليديه وكالسياحه والصيد البحري وقطاع الخدمات. هذه فرصه هذه الجهه الغنيه يالت علايات، هذا يالت المراه، احنا نقول لهم علايات يالت المراه تساهم في تنميتها الاقتصاديه. نعم. ولو بتسيير مقاولة. واش من السهل اليوم المرأة أنها تخلق مقاولة في هذه القطاعات ديال الصيد البحري ديال السياحة في جهة الدخلة والذهب؟ واش مفتوحة لها كل الفرص؟ السياحة مازال الحمد لله فيه فرص، ولكن الصيد البحري والفلاحة مطالبين الجهات المعنية بتسهيل المساطر القانونية للمرأة على الجميع كاع سواء الشباب والمرأة. ياك المرأة يعود عندها فرصة تستثمر
الاستثمار في هذا القطاعين المهمين اللي هما من قطاعات الداخل اللي نشطة جدا. نعم. والمرأة عندها انعدام المشاركة فيه، وإحنا دورنا هون كجمعية نشجع المرأة ونشجعوها بأن يكون حلقة وصل بين القطاعات المعنية وبين المرأة. القطاعات المعنية توجهنا المسؤولين عليهم على أن يسهلوا المسطرة القانونية، والمرأة كذلك شجعناها إن كان هناك عندها رغبة في الاستثمار، مثلا عندها شهادة في قطاع الفلاحي، على أنها تقحم هذا المجال وعلى أنها تثابر فيه، وعلى الجميع يعاونها سواء المسؤولين في القطاعات المعنية أو سواء هي من نفسها، على أنها تمسك بطموحها أن تحقق مقاولتها على أرض الواقع في هذا القطاع. شكرا لك فاطمة ماء العينين. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا عليكم ومرحبا بك على راديو أصوات والنبيك. بارك الله فيك والنبيك انت، ومرحبا بك وسهلا وخيرتم واللي كبير راهو بصمتك في الداخل كبيره ولا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. تابعونا مستمعينا في المزيد من اللقاءات دائما في هذا الاسبوع الخاص بجهة الدخلة والذهب ومع قصص نجاح اخرى. تبقوا على خير.